السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين داخل مصر وخارج مصر والوطن العربي في قناة فنون الغاية المصرية، قناة مصطفى خفاجة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد، وبسم الله وبه نستعين. إن شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن الصافي أبو رقبة صفراء، زي ما اتكلمنا كده عن الكشميري والمزرزر والسكري. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على أبو رقبة صفراء، التكوين بتاعه والتوب بتاعه، وان شاء الله نقدر نساعدكم. بسم الله. الحمام الصافي حمام مصر اصيل، ومن اقوى الحمام في العالم، وما تلاقوش غير في مصر. فان شاء الله معانا صافي سكري، زي ما قلنا في الفيديوهات السابقة ان في صافي مكلتم وصافي قاطع. الصافي المكلتم بيبقى عظمه قصير بس الضب على الضب، اما الصافي قاطع تبقى الشفة اللي تحت قصيرة واللي فوق تبقى راكبة. فطبعا من الافضل ان احنا بنفضل الصافي القاطع. النهارده هنشرح على ابو رقبه صفرا، فرد حمام ابو رقبه صفرا، حمامايه دماغها مدوره زي الكوره البينج بونج، العظم بتاعه خارج من نافوخه، اشداء قريبه من عينيه، الجفن بتاع عينيه اللي هو ده رقيق وهربان، واللون بتاعه بيبقى خمري. اما الضرب فهو عراقي. فنيجي كده تعالوا نشرح واحده واحده. دماغه زي كرة البينج بونج، مدورة زي كرة البينج بونج، وما فيهاش أي ولا نقرة ولا دماغ ورا. ماشي. العظم خارج من نافوخه زي ما انتوا شايفين، اشداء قريبة من عينيه. هي دي حمامية متوسطة، دي حمامية متوسطة، يعني ما عندناش دلوقتي العالي قوي ان احنا نقدر نشرح عليه، بس احنا بنشرح على الايه، على اللي موجود عشان الايه، الاجيال والشباب المبتدئ يتعلم. الدماغ بيضة، الرقبة صفرة، جت على بياض، ما فيهاش اي شهبات، ما فيهاش اي نمش. فليه بنقول بقى برقبة صفرة جت على بياض؟ وفي برقبة صفرة وتبص تلاقي حبيكة هنا، لا دي بنقول عليها برقبة صفرة وحبيكة. ماشي. اما ده دماغ بيضة، الرقبة برقبة صفرة زي ما انتوا شايفين، وجت على بياض. صندوقه ما يكونش عريض، الصندوق اللي هو الستر، وساعده عريضة. ماشي. ساعته بتبقى عريضة، يكون مورق. فرد حمام فيه عضة، رجليه قصيرة، ضوافره بيضة، عظم ابيض. قلنا جفن عينيه يبقى جفن رقيق، وعينيه بتبقى مدورة وواسعة. ماشي. ده بالنسبة للسكري. نقول بقى من اول وجديد برضو. عظم خارج من نافوخه، دماغه زي كرة البينج بونج، ضرب عينيه عراقي، جفنه لونه خمري ورقيق، ما يكونش مجلفن، يعني ما يكونش تقيل، ما يكونش جفن تقيل. جت على بياض، الدماغ بيضة، والرقبة زي ما انتوا شايفين رقبة مميزة، رقبة صفرة. بالنسبة للضرايب، الضرايب ألوان، بس احنا بنتكلم في ايه بقى؟ أحسن دبورة أنا بفضلها
على المستوى الشخصي الدبوره اللي بتبقى واخده، الضريبه اللي بتبقى واخده من لون الدبوره بتاعت الرقبه، انا بحبها. حتى في اللقم بتخليني اشتغل وانا مستريح. حتى لو طلع معايا هبوه كده بقدر اعالجها. ما اقعدش الف حوالين نفسي، ما اقعدش الف حوالين نفسي فيها. يعني زي ما انتم شايفين، وهو فرد حمام بتاع نش ومستواه متوسط، دماغه سليمة مدورة وعظمه خارج من نافوخه وجداءه قريبة من عينيه لحد ما. فرد حمام كويس ولونه حلو وعضاه حلو. ده من فرخي ده. احنا بنقول ده حمام مستوى متوسط. ده بنقول عليه بقى مكلتم ليه؟ عشان الضب على الضب، الضب على الضب. لكن القاطع بيبقى الشفه اللي تحت اللي احنا بنقول عليها العطشه دي قصيره، واللي فوق راكبه فوق منها وبيبقى قاطع. فاحنا بنقول على دي حماميه متوسطه بتاعت نش. وان شاء الله نكون قدرنا نوصل لكم المعلومه وتقليب الصافي السكري، وباذن الله نقدر نقدم لكم محتوى يفيد الناس. بس اهم حاجه اللايك والشير عشان خاطر المحتوى بتاعنا يوصل لكل الناس، والمبتدئين تاخد بيه زي ما احنا اتعلمنا وخدنا بيه، وقدرنا ان على قد لحد ما نحافظ على الحمام. ويا ريت يا ريت لما يكون عندي فرد حمام نقي وكويس زي كده اديله اللقوه، ما خرفش. يعني ما اديش برقبه صفرة لبرقبه خضراء، هيطلع لي سكري، هيطلع لي نقش. واحد يقول لك هيطلع سكري صيني، واحد يقول لا احنا عايزين فرد حماميه برقبه خضراء تبقى حماميه حره. برقبه خضراء برقبه خضراء، برقبه صفرة برقبه صفرة، سكري سكري. السكري انا ممكن اديه له برقبه صفرة، ما هو الدبوره واحد. ممكن اديه كشميري برضه، ما خرجتش نطاق ايه، نطاق الدبوره. لكن انا ممكن ادي ابيض لو في صافي ضرايبه مفسره بنيدي مثلا زي بتاع زمان. في ناس عندها، انت جالك واحد ربنا كرمك بيه فلته، ادخله على ازازيه، ادخله على وشائيه، فاهمني، ادخله على خليليه هيطلع. يعني لما ادخله على خليليه يطلع لي صواينه، اما ادخله على شقيه برضه يطلع لي شقيات ويطلع لي صواينه ويطلع لي اي شكل. اهم حاجه لا ما يكونش دبوره لون، واجيب دبوره لون واجي اركبهم على بعض يبقى الناتج بتاعه زباله. انا اسف يعني. تعالى يا عم اوريكم زغلول ابنه. ده زغلول لسه بيسوي، ده لسه بيسوي يا دوبك، لسه قطفه بقاله بتاع 3 4 ايام من تحت اهاليه. بص يعني ايه بيضه، بس ده طالع بقى ايه برقبه صفرة وحبيكه، طالع له حبيكه اهي. بس هو عشان لسه بيصاصي، لسه مقطوف، لسه قاطفينه، فلسه معالمه ما ايه ما ظهرتش. ده ابن اللي احنا لسه كنا بنوريه لكم دلوقتي، بس النتايه برقبه صفرة وحبيكه.
لسه طبعا ما ظهرش، احنا لسه قاطفينه. وان شاء الله نقدر نوصل لكم المعلومة، وربنا يقدرنا ونقدر نجيب لكم معلومات احسن وفيديوهات احسن تقدر السادة المشاهدين ان هم يستفيدوا بيها. وان شاء الله نحافظ على الغاية المصرية، اهم حاجة نحافظ على الغاية المصرية لان دي في رقبتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في فيديو اخر. شكرا.